السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في فيديو جديد من السلسله تاعنا كالعاده معكم استاذ بروف ميمون يتكون في المدرسه العليا للاساتذه وجايب الباك 17 51 وتحصلت في ماده الرياضيات على علامه 19.5. اليوم باذن الله يا ليكيب راح نكملوا في السلسله تاعنا واللي هي تاع الوحده 3 تاع المعادلات والمتراجحات. اليوم باذن الله عندنا عنصرين، العدد الحقيقي والقيمه المطلقه. العنصرين الثاني والثالث اللي هو تاع المتراجحات والمعادلات، هذه دروس حساسه ليكيب خاصه تاع القيمه المطلقه. جميع طلاب البكالوريا يخافوا منه، لذلك اللي كيف حاولت نقسم هذه الوحده على جزئين، نقراو الجزئين هذو العدد العنصرين هذو ومن بعد نقراو العنصر تاع المعادلات المتراجحات والحل. الان اللي كيف نبداو في الدرس تاعنا، نبداو بالاعداد الحقيقيه. شوف اللي كيف اول حاجه قبل ما نبداو في الدرس هذا راح نقول لكم حاجه، ما تسربوش يا جماعه وتروحوا للدوال والمتتاليات والاحتمالات. لازم تبني الاساس صح، ديما نقول لكم ابني الاساس، ناخذ دروس اخرى كلها حتجي سهل. سي بون. الان اللي كيف نبداو بالدرس تاعنا واللي هو الاعداد الحقيقيه. شوف قبل ما تقرا معادله المتراجحات والقيمه المطلقه لازم تكون عندك تذكير، نديرو تذكير، ولازم تكون فاهم الاعداد الحقيقيه مليح مليح. الان اللي كيف واش هي مجموعه الاعداد الحقيقيه؟ اول حاجه نرمزوا لها بآ. راكم فاهمين؟ مجموعه الاعداد الحقيقيه هي مجموعه جميع الاعداد التي يمكن تمثيلها على مستقيم مدرج، ونرمز لها بآ. عبالي بيك ما فهمتش، حتى النبي ده ما فهمتش، باش نكونوا مفاهمين، باش ما تخلعش تقول واو ما باليش. فكون فهموها واحده 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 تفهم. اول حاجه راح نضرب لك صح المجموعات العدديه والمجموعات الصغار، صح المحتويات في المجموعه آ. عندكم ليكيب باش تكونوا فاهمين، عندكم مجموعه الاعداد الطبيعيه ان، وعندكم مجموعه الاعداد الصحيحه زاد، ديما لازم تزيد خط هيك، وعندك مجموعه الاعداد العشريه دي ديسيمال، وعندك مجموعه الاعداد الناطقه كيو، وعندك مجموعه الاعداد الحقيقيه ا ريال، لي نومبر ريال ولي نومبر ناتوريل. المهم لا علي. شوف عندك مجموعه الاعداد الحقيقيه، مجموعه الاعداد الطبيعيه محتويات في مجموعه الاعداد الصحيحه. اي عدد هنا راه اي عدد طبيعي هو عدد صحيح بالاحرى. وعندك مجموعه الاعداد الصحيحه محتويات في مجموعه الاعداد العشريه، وعندك مجموعه الاعداد العشريه محتويات في مجموعه الاعداد الناطقه، وعندك مجموعه الاعداد الناطقه محتويات في مجموعه الاعداد الحقيقيه. الان اللي كيف نذكر لكم خصائص يعني مجموعه الاعداد الطبيعيه. واش هي مجموعه الاعداد الطبيعيه؟ هي يعني كما نعرفوهم اعداد نرقبوا بهم 0 1 2 3 حتى ما لا نهايه، 2 3 4 5 6 7 8 9 حتى الملايير الممريره. فهمتوني؟ هذه كل اعداد طبيعيه. الان مجموعه الاعداد الصحيحه هي مجموعه الاعداد السالبه والموجبه، يعني نبدا ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 الى الاخر. فهمتوني؟ يعني مجموعه الاعداد الصحيحه هي نفسها الطبيعيه واضرب نفس الاعداد في الناقص، هذه هي. الان نروحوا لمجموعه الاعداد العشريه. مجموعه الاعداد العشريه هي الاعداد تاع الفاصله كما نقولها احنا 1.1 1.2 1.3. هذه هي مجموعه الاعداد العشريه. راكم فاهمين؟ اللي هي تقدر تكون ناقص 1.1 ناقص 1.1 0.5، المهم بالفاصله. هذه هم عدد عشري. فهمتوني؟ عدد عشري يعني تقدر تضربه في 10 قوه. 10 قوة ناقص 1 مثلا 1.1 واش تساوي؟ هي 11 فوا 10 قوة ناقص 1. المهم عدد عشري. الآن اللي كيف نروحوا لمجموعة الأعداد الناطقة. مجموعة الأعداد الناطقة تحتاجها ممكن كثيرا في البكالوريا، هي مجموعة الأعداد الحقيقية. المهم مجموعة الأعداد الناطقة واش هي؟ هو كل باش نقولوا على عدد بلي راهو ناطق لازم يكتب من الشكل بي على كي، حيث البي عدد صحيح والكي عدد صحيح غير معدوم. باش نكونوا فاهمين كيف غير معدوم لازم دير نجمه العباره تاعها، يعني لا يعني الصفر لا ينتمي لزاد نجم. فهمتوا؟ غير معدوم يعني الصفر غير محتوى. كان ما زلتوا متفكرين طرقنا الى عنصر المستقيم المدرج في تعريف عنصر الاعداد الحقيقيه. مجموعه الاعداد الحقيقيه درسنا الى مفرد المستقيم المدرج. لكيف اول حاجه واش معناتها مستقيم مدرج؟ اللي كيف ندير لكم التمهيد ديما باش نوصلكم شو لب الدرس. هنا راح ندير لكم التمهيد باش نوصلوا الى المجالات الحصر. الان اللي كيف المجالات الحصر هذو كامل قريتهم في البريمير والديار. المهم الان مستقيم مدرج واش هو؟ مستقيم المدرج يعني هو مستقيم مزود بمبدا وعنده وحده طول ومنحى ومنحى. المنحى هي الاتجاه، يسمح يعني بتمثيل جميع الاعداد عليه. راك فاهم ولا؟ جميع الاعداد الحقيقيه كما نقول هنا. وفيه مبدا. المهم اللي كيف هو منحى. هنا مثلا نديروا المنحى مثلا هكذا، عنده منحى ديما. المنحى هو الاتجاه لا علينا. لكيف الان نعطيك شويه بشو امثله يعني باش تقدر تفهمني. مثلا نبداو الان اذا كان ا اقل من بي. اذا كان ا اقل من بي، اذا كان ا اقل من بي فان العدد ا يقع
يسار العدد بي. مثال هنا واحد ناقص واحد أقل من واحد، فإنه يقع يسار الواحد على المستقيم المدرج بيان سير، فإنه يقع يسار الواحد على المستقيم المدرج. عندك ناقص واحد أقل من واحد يقع يسار الواحد. فاهم؟ نديو أمثلة الآن بالمجالات باش تفهم. الآن ندخل في المجالات. المجالات يا جماعة راهي جت من المستقيم المدرج. مثال نبداو. عندك شوف، عندك 4 أنواع المجالات، هي مش 4 أنواع، حاب باش تفهم برك. كاين مجال مغلق، وكاين مجال مفتوح، وكاين مجال مغلق من اليسار ومفتوح من اليمين، ولا مفتوح من اليسار ومغلق من اليمين. كيفاش؟ مثلا هنا عندك من A ل B، من A إلى B، هذا مجال مغلق، راك فاهم؟ الآن من A إلى B هذا مجال مفتوح، كيعودوا محلولين هكذا، مفتوح هكذا مغلق. الآن كيعود هكذا، مغلق من اليسار ومفتوح من اليمين، هكذا مغلق من اليمين ومفتوح من اليسار. ذات صور. هذه حاجه مش يعني لازم تكون متعرف عليها. الان كيف نعطيكم كيفاش نمثلوا المجالات بالحصر، يعني بالحصر، كيفاش نمثلوا المجالات بالحصر. عندك اول حاجه من نقص ما لا نهايه الA. عندكم شوف، من نقص ما لا نهايه الA مفتوح. كيفاش نمثلوها؟ كيعود المجال مفتوح معناتها اقل تماما ولا اكبر تماما. كيعود المجال مغلق معناتها اقل من او يساوي ولا اكبر من او يساوي. عندك هنا من A الى ناقص ما لا نهايه، غلطه كانت من ناقص ما لا نهايه الA القراءه، من A الى ناقص ما لا نهايه. شوف عندك هنايا من A الى ناقص ما لا نهايه، جهه الA مجال مفتوح، فاهم ولا لا؟ كيعود المجال مفتوح، واش معناتها؟ كيعود المجال مفتوح معناتها ونحن راح ناخذوا جميع القيم الاصغر من A، معناتها انه A لا ينتمي الى المجال. يعني واش معناتها هذا المجال؟ معناتها ياخذ هذا المجال جميع القيم الاصغر تماما من الA. يعني واش معناتها؟ معناتها لي زيكس كيمثلوا بالحصر اكس اقل من الA، راك فاهم؟ الان في حاله مغلق، المجال تاعي مغلق، فانه الA دخلت في المجال، يعني جميع القيم التي تساوي A واقل من A، يعني اكس اقل تماما من الA. هذه في حاله من A ناقص من A ناقص ما لا نهايه، من ناقص ما لا نهايه الA يا ربي مغلق ولا مفتوح. الان في حاله اللي كيف باش نكونوا متفاهمين، من جهه النقص ما لا نهايه ما تقرا جامي يكون مفتوح. تقراوها وقتاش تروح تخصص الرياضيات وتقراها في اللاتوبولوجي وقتاش يكون ما لا نهايه مغلق. اربعه مهم على اللي ما تقراوهاش. الان اللي كيف نكملوا في حاله درك نروحوا لجهه زائد ما لا نهايه. اللي كيف كيعود عندك هكذا من A الى زائد ما لا نهايه. كيف كي تشوف زائد ما لا نهايه وعدد يعني جميع الاعداد الاكبر من ذلك العدد، يعود ناقص ما لا نهايه وعدد يعني جميع الاعداد الاقل من هذاك العدد. ذاتس اول. الان A الى الزائد ما لا نهايه يعني جميع الاعداد A زائد 1 A زائد 2 A زائد 3 الى الزائد ما لا نهايه، والمجال مغلق يعني x اكبر من او تساوي A، وكل شيء مفتوح x اكبر تماما من A. ذاتس اول. الان نروحوا تطرقنا درك لجهه زائد ما لا نهايه وبالناقص ما لا نهايه. كيعود المجال مثلا هكا، مثلا راني لكم تمارين في المجله خاصه بالمجالات، خاصه بالاعداد الحقيقيه. نحاول نشرح لك الدرس لانه درس سهل نوعا ما كما تفهموا باذن الله. المهم كيعود مثلا المجال عندي هكذا، فاهمين؟ ويقول لك مثل هو بالحصر، يعني اكس محصور ما بين A والبي، ما بين A والبي. راكم فاهمين؟ اكبر من او تساوي، اكبر من او تساوي، لا لانه مغلق. كيعود هنا مفتوح، كيعود هنا مفتوح. واش معناتها؟ كيف هنايا دير اكبر تماما وليس اكبر من او تساوي. الان كيعود مفتوح من الجهتين، تولي اكبر تماما في زوج ولا اصغر تماما. ده صح، حوايج سهله خلاص ما تطلبش تركيز كبير. نحب ناخذ امثله خفيفه. ناخذ اصبر نشوف في المجله واش قرينا. مثلا شوف مجله او فيها امثله خاصه يعني بالمجموعات تاع الانتماء، وهذه هذيك دروس سهله اللي كيف. عندي برك شغل ملاحظه خفيفه برك في درس المجموعات. عندك بالنسبه للاعداد الناطقه حبيت نركز معنا شوي. الاعداد الناطقه كل عدد ناطق يكتب من الشكل A على B، راكم فاهمين؟ حيث البي ينتمي الى زاد نجمه. واش معناتها زاد نجمه؟ يعني عدد صحيح غير معدوم، و كيف عدد صحيح باش يكونوا متفاهمين. عدد صحيح مش معناتها ليس عشري، صحيح برك يعني سالب ولا موجب بصح ليس عشري. المهم هذه ولكن كاين جماعه مثلا يقول لك مثلا كيف عدد صحيح، مثلا اي عدد تقدر تكتبه بالفاصل، مثلا جذر 3 في حال مثلا جذر 3 ولا جذر 2 مثلا جذر 2 هذا ليس عدد ناطق لانه ما نقدرش نكتبوه من الشكل هذا A على B، B ينتمي الى ما نقدرش نكتبوه من الشكل هذا. فهمتوني ولا لا؟
حتى بي واش يساوي 3.14 15 نسيت الرقم مهم 3.14 15. هذا العدد بي ليس عدد ناطق لانه لا يمكن كتابته من الشكل ا على بي، فهمتوني؟ حيث البي ينتمي الى زد نجمي لا علي. المهم هذه حوايج سهله تفهم عن حتى هذا. الان نروحوا لكيف لدرس المجالات. نعطيكم مثال من كل حاله. عندكم الحاله مثلا هنا يقول لك مثلا اكس اقل من تساوي 4 اكبر من ناقص 2 مثلا. يقول لك مثلها لي على شكل مجال، ولا قادر يقول لك مثلها لي مثلا في مستقيم مدرج. المهم لا علي، يقول لك مثلها لي على شكل مجال كيفاش تمثلها. هذه تسحقوها وين هذه؟ درك نروح لدرس المعادلات المترجحات درك تلقاوها لي كيف، حتى في درس القيمه المطلقه تلقاوها، لذلك لازم تمكنوا منها مليح مليح. ناقص 2 وربع كيفاش هنا؟ عندك ناقص 2 وربع كديرها على شكل مجال ناقص 2، عندك الاكس اكبر من ناقص 2 تسمى جهه 2 مفتوح، وعندك اقل من تمام من الربع يعني جهه الربعه مغلقه تماما يعني مغلق. اذا ربعه جهتها مغلقه وناقص 2 جهتها مفتوح. ندير مثال اخر باش تتضح المعلومه اكثر ونروح مباشره. يعود اكس اكبر تماما من ناقص 7. كيفاش نديروه هذا؟ فكر فيها ترى. اكس اكبر تماما من ناقص 7. نقول ان شاء الله تكون تفكر فيها لان داو اكس اكبر تماما من ناقص 7 كان غير اكبر، ما كانش عدد اخر. يعود كاين غير عدد واحد برك، ما كانش عددين كيما رقم 4 وناقص 2 محسوب بيناتهم الاكس عدد واحد. راح ندخلوا حكايه الزائد ما لا نهايه والناقص ما لا نهايه مباشره. عندك اول حاجه اكبر تمام يعني ناقص 7 راح تجي منك، فهمتني؟ مش راح تجي على اليسار، مش راح تجي على يمين المجال، راح تجي على يسار المجال. اكبر تمام يعني مجال مفتوح. راكم فاهمين ولا لا؟ شوف لازم تحدد اكبر ولا اصغر، كي تحدد اكبر ولا اصغر تحدد واش من جهه في المجال تاعك يمين ولا يسار. المهم ناقص 7 يعني مجال مفتوح اكبر تماما الى الزائد ما لا نهايه، يعني جميع الاعداد الاكبر تماما من ناقص 7 تروح حتى زائد ما لا نهايه، يعني ناقص 7 ناقص 6 ناقص 7 مش داخل المجال بيان سور. الان كيف ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الدرس، نروحوا الى درس القيمه المطلقه. الان كيف نكملوا مع الجزء الثاني من الفيديو واللي هو درس القيمه المطلقه. ما ندريش ولا جميع التلاميذ يخافوا من درس القيمه المطلقه، ولا يخافوا مثلا كيعطيه مثلا داله مثلا بالقيمه المطلقه ما نديروا عليه يخافوا. ما نقريب القيمه المطلقه من اسهل الدروس. انا بالعكس كي نشوف داله بالقيمه المطلقه في البار نفرح، بالعكس زيد نفرح، لانه راح يسهل عليك الخدمه. قاعد يعطيك داله بالقيمه المطلقه ويجيب لك اسئله سهلين خلاص. المهم بدنا نفهموا الان واش معناتها القيمه المطلقه ومنين جات القيمه المطلقه وش اهم الخواص او التفسير الهندسي تاعها كلش. الان كيف اول حاجه عندك العدد 3 وناقص 3 ديما نروح ونرجع. المستقيم المدرج تحتاجها، ولا قلت لك المجالات الوجهات تحتاجها في كلش. الان عندك هذا المستقيم المدرج راك فاهم؟ عندك شوف 3 وناقص 3 باش نقول مش عندك نفس المسافه مع الصفر. واحده درجه زوز 3 درجه درجتين 3 عندك نفس المسافه، يبعدان بنفس المسافه عن الصفر 3. الايكيب هنايا عندنا ناقص 3 و3 يبعدان بنفس المسافه عن الصفر، ومن هنا جاء رمز القيمه المطلقه. اول حاجه الايكيب شوف عندك لا ديستونس، هذا رمز المسافه. رمز المسافه عندك دي لي صفر 3 واش يساوي؟ يساوي 3. دي لي صفر دي لي ناقص 3 صفر كم يساوي؟ يساوي 3. اذا المسافه ما بين الصفر و3 وناقص 3 هي نفسها، من هنا جاء رمز القيمه المطلقه. وباش نكونوا ليكيب متفاهمين المسافه ديما عدد موجب. كيش ما شفت خاطر انت مسافه يقيسوا بالكيلومتراج ولا ما باليش انا بالسنتيمتر يقول لك ناقص 3 سنتيمتر لا، ولا ناقص 3 كيلومتر لا. القيمه المطلقه ديما موجبه. الان تركوا تعريف القيمه المطلقه واش هو؟ لكل عدد حقيقي الصور باش تكونوا فاهمين. اول حاجه تعريف القيمه المطلقه لكل عدد حقيقي اكس تعرف قيمته المطلقه بالشكل التالي. قيمته المطلقه بالشكل التالي اكس واش تساوي شوف القيمه المطلقه هي تعطيني عدد موجب، ولكن من بداخل المطلقه داخل القيمه المطلقه ما باليش لا فالور ابسولي، ما باليش اسكو موجب ولا لا. القيمه المطلقه هي تعطيني عدد موجب، ولكن ما بداخل القيمه المطلقه ما باليش اسكو سالب ولا موجب. مش كيف الجذر. الجذر ما بداخل الجذر 100% لازم يكون موجب، بصح القيمه المطلقه ما باليش اسكو موجب ولا لا. ولكن كي نطبق عليه الداله تاعي تاع القيمه المطلقه بالصفر يعطيني قيمه، يعطيني عدد موجب. الان كيف باش درسنا هذا؟ شوف ولا درسنا هذا الدرس. المهم شوف عندك القيمه المطلقه لاكس، شوف يعطيك اكس، تعطيك اكس وناقص اكس لما الاكس تاعي اقل من او يساوي، لا شوف تعطيك اكس لما الاكس تاعي اكس اكبر من او يساوي الصفر، وناقص اكس لما الاكس اقل تماما من الصفر. راكم فاهمين على كيف؟ اذا القيمه المطلقه لاكس تعطيني حالتين، اكس موجب عدد موجب اذا كان الاكس اكبر من او يساوي زيرو، وناقص اكس اذا كان الاكس اقل من الصفر. وعندي ملاحظه مهمه جدا واللي هي القيمه المطلقه لاي عدد حقيقي هي عدد موجب. هذه حطها في راسك، هذه فهمتني؟ القيمه المطلقه يعني القيمه المطلقه لاكس راهي ديما اكبر من او يساوي صفر. فهمتوني لي كيف ولا لا؟ الان لي كيف
نروحوا الخواص الاساسيه لدرس القيمه المطلقه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا درس القيمه المطلقه. المهم القيمه المطلقه هي عباره عن مسافه، والمسافه ديما موجبه، اذا القيمه المطلقه ديما موجبه، والقيمه المطلقه لاي عدد ديما عدد موجب، مهما سواء كان هذاك العدد سالب ناطق موجب ربي ساعد، المهم تعطيك ديما عدد موجب. وهذه ديما قردوها في راسك انت هنا، بدك نعاودها لكم. ها شوف بالنسبه للمستوى اللي نسيناها، شوف هذه قردوها في راسك. القيمه المطلقه لاكس تحتاجها حتى في الدواله، مثلا حتى في اكس ناقص 3 اكس. المهم شوف ديما تعطيك اكس لما الاكس اكبر من او يساوي زيرو، وناقص اكس لما الاكس اقل من صفر. ذاتس المهم الان نروح للخواص الاساسيه تاع درس القيمه المطلقه. عندك 7 خواص تقريبا، مش نمشيو خطوه بخطوه. اول حاجه اللي قلنا عليها القيمه المطلقه ديما اكبر من او يساوي صفر من اجل اي عدد حقيقي ينتمي لار. اكس ينتمي لار مهما يكن، هذه تاع الجميع هذه، من اجل اكس اي عدد اكس عدد حقيقي ينتمي لار، فانه القيمه المطلقه ديما اكبر من او يساوي الصفر. هذه الاولى. الثانيه القيمه المطلقه مثلا عدد اكس هذا كي نضربه في الناقص على القيمه المطلقه تاعو تساوي من القيمه المطلقه تاع العدد هو في الموجب. فهمتوني ولا لا؟ كيفاش؟ تقول فاهم هيك باش تركيني كذلك كيف القيمه المطلقه لناقص اكس تساوي القيمه المطلقه لاكس. ذاتس اول. والان الحاله الثالثه كيما ناقص 3 و3. فهمتيني؟ القيمه المطلقه لناقص 3 واش تساوي؟ هي 3. والقيمه المطلقه ل3 واش تساوي؟ هي 3. هذه المهم الحاله الثالثه واش هي؟ القيمه المطلقه لاكس كي تعود تساوي، كي تعود القيمه المطلقه لاكس في حاله القيمه المطلقه لاكس تساوي الصفر، فانه يكافئ مباشره باللي راهي اكس تساوي الصفر. لانه مثلا القيمه المطلقه لواحد بيان سور تساوي واحد، ما كانش عدد القيمه المطلقه تاعها تعطيك زيرو ابار زيرو. واش حبيت نفهم؟ فهمتوني يعني؟ الان نروحوا للحاله الرابعه. الحاله الرابعه واش هي الحاله الرابعه؟ مربع القيمه المطلقه يساوي مربع القيمه المطلقه لعدد يساوي العدد نفسه هو مربع. علاه؟ لأن مربع أي عدد عاملنا به يعطيك عدد موجب، عدد موجب. وبيان سير القيمة المطلقة يعطيك عدد موجب. بيان سير يعطيك المربع هذاك عدد موجب يعطيك عدد موجب. كيف نعطيك اكزومبل اخير باش تفهمني خلاص. 5 مربع كم يساوي؟ يساوي 25. القيمة المطلقة ل5 مربع كم يساوي؟ أول حاجة القيمة المطلقة ل5 كم تساوي؟ تساوي 5. و5 مربع كم يساوي؟ 5 مربع يساوي 25. هذه واش حبيت نقول لك. ذاتس اول. حاجة سهلة خلاص تفهم، عندها حتى معنى. عندها معنى ولكن هي سهلة. الآن نروحوا للحاجه المهمه واللي قريناها المره اللي فاتت وسقسيتكم عليها في الدرس الاول في الفيديو الاول، واللي هي تاع واش الفرق ما بين الجذر. نظن كامل كاين جابوها صح في الكومنتار وكاين جابوها غلط، واللي هي المهم درك نحكي لكم عليها. اول حاجه الحاله الخامسه اللي هي جذر اكس مربع يساوي القيمه المطلقه لاكس. وهنا جبت منها الحاله هذه واللي هي انه جذر اكس مربع لا يساوي جذر اكس لكل مربع، لانه جذر اكس مربع يعطيك القيمه المطلقه لاكس، ولكن جذر اكس لكل مربع يعطيك اكس مباشره. على هذيك واكس بيان سير راه موجب هنا، اكس راه اكبر تماما اكبر من او يساوي صفر. لانه علاه وحكيتها لكم في الفيديو في نفس الفيديو، ما بداخل الجذر دائما موجب، والجذر دائما يروح مع التربيع، جذر التربيع يروح مع التربيع، يبقى لك الاكس اكس اكبر من او يساوي صفر. ولكن هنا اكس مربع والجذر بيان سير اكس مربع هو موجب، ولكن ما بلناش اسم اكس موجب ولا لا، ولكن اكس مربع عدد موجب، ولكن الاكس ما بلناش به اسكو موجب ولا لا. كي يروح التربيع مع الجذر يخرج لك القيمه المطلقه لاكس. فهمتوني لي كيف؟ الان نروحوا قالت لنا الحالتين الاخرين واللي هما السادسه والسابعه في القيمه المطلقه للضرب والجمع. السادسه واش هي؟ سي لو ما حمشي واحد صغير بني حاجه سي شوف القيمه المطلقه ل اكس فوا ايغريك باش تساوي القيمه المطلقه ل اكس فوا القيمه المطلقه ل ايغريك. نعطيك مثال باش تفهمني. القيمه المطلقه ل 3 فوا 6 باش تساوي القيمة المطلقة ل 18 وتساوي 18. الآن القيمة المطلقة ل 3 فهو القيمة المطلقة ل 6 واش تساوي؟ تساوي 3 فوا 6 وتساوي 18. حاجة تفهم عندها حتى ما قلت لك. الآن نروحوا للحالة السابعة والأخيرة واللي هي تاع القسم. القيمة المطلقة ل إكس على إيغريك تساوي القيمة المطلقة ل إكس على القيمة المطلقة ل إيغريك. طبق نفس المثال على تخرج لك نفس النتيجة. ذاتس اول. الآن نروحوا نحلوا يعني مثال مليح ولا جزء أمثلة ملاح باش ترسخ المعلومات، ونروحوا بإذن الله ونكمل الفيديو تاعنا. الآن كيف نروحوا إلى حل الأمثلة ولا حل معادلات تحتوي على رمز القيمة المطلقة. أول حاجة اللي كيف قبل ما نروحوا إلى حل الأمثلة باش يكونوا متفاهمين. كي تعود القيمة المطلقة ل إكس تساوي أ، فإنه كي تنزع رمز القيمة المطلقة فإنه يولي اكس تاعي يساوي يا اما يساوي ا ولا اكس يساوي ناقص ا.
بيان سير انا لما الاكس اكبر من الصفر، لما الاكس اقل من الصفر لا علي. الان اعطيك اكزامبل خفيف باش تفهمني. مثلا هنا القيمه المطلقه لاكس تساوي رابع، يقول لك مثلا اجبد لي حلول هذه المعادله، يعني اجبد لي قيم اكس. بيان سير اكس يساوي رابعه ولا اكس يساوي ناقص رابعه، في حالة لما الاكس انا اكبر من او يساوي الصفر والاكس اقل من الصفر. اذا اس واش يساوي؟ يساوي رابعه ناقص رابعه. ذاتس اول. فهمتوني لي كيف؟ الان نروحوا نديرو مثال شويه متوسط باش تفهموني. 2 اكس بدلنا دوك نفس الخدمه، بدلنا 2 اكس ناقص 3 القيمه المطلقه تساوي 7. عاود مثال عندك هنا كي تنزع رمز القيمه المطلقه واش تولي؟ تولي 2 اكس ناقص 3 تساوي 7 لما الاكس اكبر من يساوي صفر، و 2 اكس ناقص 3 تساوي ناقص 7 لما الاكس اقل تماما من الصفر. 2 اكس ناقص، دوك نحل هذه المعادلتين في زوج 1 و 2 ونخرج الحلول تاعنا قيم اكس عادي جدا. 2 اكس ناقص 3 يساوي 7، تولي 2 اكس تساوي 7 زائد 3 10، لما هذيك 2 اكس تساوي 10، اكس تساوي 10 على 2 وتساوي 5. اذا الحل الاول خرج لي هو 5. الان هذه دوزيام 2 اكس واش تساوي؟ تصبح ناقص 7 زائد 3 ناقص 4، تصبح 2 اكس تساوي ناقص 4، اكس تساوي ناقص 4 على 2 و اكس تساوي ناقص 2. اذا الحلول تاع المعادله هذه هو 5 وناقص 2 تاع 2 اكس ناقص 3 تساوي 7. حلولها هي 5 ناقص 2. ذاتس اول. ندو مثال شويه صعب باش تقدر تفهم وتميتريزي روحك. سي بون خلاص. بيان سير اللي كي لازم كلش تعاودها وحدك وتشوف المجله اللي عطاها لك هذيك المجله. اذا حاب تعرف على المجله اكثر راه موجود رابط قناه تليجرام في الوصف، وباذن الله تلقى البي دي اف الخاص بالمجله تلقاه. تحب باطل عاود دير واش دير، تحب تعمل له اعمل. المهم عندك هنا مثال جديد 2 اكس ناقص 3 يساوي اكس زائد القيمه المطلقه لاكس زائد 1. عندك حاجه مهمه لازم تكون تعرفها. القيمه المطلقه ل ا عباره هذه اي ا نقولوا تساوي القيمه المطلقه ل بي. اذا واش تولي يا اما ا تساوي بي او ا تساوي ناقص بي. فهمتوني ولا لا؟ كيما هنا مثلا هذه ا وهذه بي، اذا نحي رمز القيمه المطلقه لهذه واش تولي 2 اكس ناقص 3 تساوي اكس زائد 1 ولا 2 اكس ناقص 3 تساوي ناقص بين قوسين اكس زائد 1. باش تفهمني اكثر نعطيك تصبح 2 اكس ناقص 3 تساوي اكس زائد 1 لما الاكس اكبر من او يساوي صفر، وتساوي 2 اكس ناقص 3 تساوي ناقص بين قوسين اكس زائد 1 حيث الاكس اقل من الصفر. 2 اكس ناقص 3 تساوي نجمع لي زيكس مع بعضهم والاعداد مع بعضها. 2 اكس تولي 2 اكس ناقص اكس تساوي 1 زائد 3 تصبح اكس تساوي استلزم اكس تساوي رابع. وفي الحالة هذه 2 اكس ناقص 3 نوزع الناقص على يعني القوس تاعي تصبح ناقص اكس ناقص 1. ناقص اكس ناقص 1 يستلزم 2 اكس نجيبها من هنا تولي 3 اكس تساوي ناقص 1 زائد 3 يعني ناقص 2، ومنه اكس واش يساوي ناقص 2 على 3. ومنه حلول المعادلة تاعي هذه هي 4 وناقص 2 على 3. ذاتس اول. ان شاء الله تكونوا فهمتوا لي كيف. الان لي كيف نكونوا عملنا مع درس القيمه المطلقه. درس القيمه المطلقه راكم تشوفوا لي كيف سهل خلاص ما في حتى حاجه. قادر لي كيف مثلا نهار الباك مثلا سقسوني على درس القيمه المطلقه، نهار الباك راح يجي لك مثلا يعطيك داله بالقيمه المطلقه. واش دير انت؟ تروح تنزع رمز القيمه المطلقه وديروا ناقص ا ولا ا العباره تاعه وتخدم على الجهتين. تولي تخدم على الجهتين فقط داله عادي تخدمها على الجهتين بارك ما كاين والو. ربي يوفقكم لي كيف. كان معكم استاذكم بروف ميمون، باذن الله راح نكملوا في الفيديو القادم معادلات المتراجعات، والفيديو اللي موراه راح يكون حل تمرين ضخم وشامل، ونكونوا كملنا مع سلسله الاساسيات ومن بعد ندخلوا في درس اتقان الدوائر. السلام عليكم.